السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم اكله جميله قوي، مكرونه. وديت بطاطس محشيه بالفراخ، بربع كيلو بطاطس، دي فراخ مقطعه قطع صغيره، وكيلو بطاطس. هعمل لك اكله تكفي 5 افراد، واكله مغذيه واقتصاديه وعلى قد الايد. تمام. واكله جميله قوي قوي وهتعجبكم ان شاء الله. طعمها جميل، طعمها تحفه وحلو وبسيطه وعلى قد الايد زي ما انا قلت لكم. وممكن تعمليها بلحمه وممكن تعمليها بفراخ زي اللي موجود عندك والمتاح عندك، هتعملي بيه. يلا بينا بقى يا حبيبي نشوف هنعمل ايه. انا جبت كيلو بطاطس وتهرسيه هرسه حلوه جامد قوي قوي. بصي ده اقل من كيلو، بس انت جيبي هاتي كيلو، هياخد ربع كيلو فراخ. تمام. انا يعني مش وزنه دي، بس هي كيلو بطاطس ياخد ربع كيلو فراخ. تهرسيها هرسه حلوه لحد ما تبقى ناعمه بالطريقه دي، عشان ما تفكش منك، لان في ناس كتير بيعملوها بتفك منهم. فانت تهرسيها الهرسه الجامده الحلوه دي. طبعا البطاطس دي هتقشريها وتقطعيها مكعبات كبيره وتحطيها في الميه، ولما تتسلق تصفي الميه قوي قوي قوي. انا مش عايزه فيها ميه خالص، مش عايزه فيها اي ميه. هحط بقى 3 4 معالق ديت بقسماط، اللي هو المطحون اللي هو احنا بنعمل بانيه. وهنحط معاهم معلقتين او معلقه كبيره نشا. اهيت النشا بتخليه يديك القرمشه اللي بتشوفيها للغلاف، بيبقى مقرمش وطعمه جميل. وبهاراتك بقى اللي انت عايزاه، اللي بتحبيها حطيها. اي بهارات انت بتحبيها حطيها. انا في فلفل، كركم، بابريكا، زعتر، اللي بتحبيه حطيه، والمتاح عندك حطيه. كله بيبقى حلو وطعمه جميل، لان اصلا اللحمه اللي محشيه جوه او الفراخ بتبقى متبهره واخده حقها في البهارات، فهتبقى ايه طعمها حلو وجميل ان شاء الله. هنحط البهارات اللي احنا عايزينها بقى، وهنمسكها ايه، نقلبها تقليبه حلوه، ونمسكها بايدينا ندعكها دعكه جامده، نهرسها هرسه جامده قوي. كل ما تهرسيها حلو كل ما تديكي نتيجه احسن. هنقلبها تقليبه حلوه اهوت. ونحط طبعا على البيض دوت، هيديها الهشاشه اللي فيها، وفي نفس الوقت بيخلي العجينه بتاعتي اللي هي البطاطس دي ما تفكش خالص، وبتديك الهشاشه والطعم والقيمه الغذائيه. يعني هي فيها بقى لحوم وفيها بيض وفيها دقيق، يعني ايه قيمه غذائيه. هقلبها اهوت تقليبه حلوه. وبعد ما اخلصها واقلبها تقليبه حلوه اروح احطها في التلاجة حوالي ربع ساعه ولا حاجه، عشان برضو ديت يبقى دواعي تأمين انها ما تفكش مني خالص. عشان ايه اللي يقول بانها بتفك، لا مش هتفك منه بقى ان شاء الله. خلاص. هنجيب بقى الخلطه الحلوه اللي انا قلت لكم عليها ديت. فراخ، حته فرخه من السر، حته بانيه تقطعيها، تقطعيها مكعبات صغيره، تحطي عليها فلفل الوان، تحطي عليها البصل، وتحطي عليها الماكس جبن، عايزه تحطي جبنه رومي، موتزاريلا، اللي يعجبك، مع البهارات برضو اللي انت بتحبيها، اللي احنا بنحطها دايما لايه، للشاورما. وتقطعيها قطع صغيره، علشان دي هتبقى للحشوه بتاعتي اللي هنحشي بيها الايه، البطاطس. ودي طبعا زي ما انا قلت لكم هنحطها في التلاجة شويه، وهجيبها لكم ونعملها مع بعض كده. بعد ما هرستها هرسه حلوه وحطيتها في التلاجة ربع ساعه، واجيبها. شايفه بعملها ازاي؟ تحاولي تعملي لها تجويف جوه كده، عشان ده اللي هنحشي. على قد ما تجوفي على قد ما هتحطي الايه، الحشوه بتاعتك. وهتحطي الحشوه اللي انت عايزاها اهيت، وهتقفلي عليها حلو اهيت. تكوني جايبه بقى معاكي شويه ميه تبلي ايدك بيهم وتقفلي بيها، وتقفلي بيها زي ما انت شايفه كده، وترجعي تبططيها شويه كده. شايفه جميله ازاي؟ عمرها ما هتفك منك كده ان شاء الله. وهحطها في الزيت زي ما انتم شايفين اهو. انا حاطه الزيت على النار، زيت سخن، وابدا احط ايه، البطاطس بتاعتي، وهتبقى جميله قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. هنعمل جنبها بقى شويه مكرونه حلوين بالصلصه. عايز تعمل شويه رز، بس هي المكرونه بتبقى حلوه يعني. بس عشان مش عايزاك اكلفك، اللي موجود عندك ايه تحطي منه، يعني مكرونه، رز، اللي تحبيه حطيه. وادي كمان واحده اهيت زي ما انتم شايفين. اولا ديت حلوه ان انا ما تاخدش زيت كتير، بتتحمر معاك على طول وما بتاخدش زيت كتير. ما تعليش البوتاجاز عشان ما تلسوحش منك، عشان مش عايزاكي تعلي البوتاجاز ما تيجي تقليها علشان ما تلسوحش منك. تمام. يلا هنقلبها كده تقليبه حلوه، هنلفها لفه حلوه، وهنحطها برضو جنب اختها في الزيت. وما تحاوليش تزنقي كله في بعضه علشان ايه، ما تفكش منك، وعشان تتحمر معاكي حلو. تمام. جاتوا الايه الملاحظات اللي تاخدي بالك منها عشان تديكي نتيجه حلوه. ما
تزنقيش في الطاسه عشان تعرفي تطلعي براحتك وما تتهرس منك او تفك منك. وهنبدا بقى نبص نقلبها. شايفه عامله ازاي؟ جميله. هو ده اللون اللي انا عايزاه اهو. دي لسه هسيبها خلاص. ودي بقى كانت ايه، شفتيها بسيطه ازاي، جميله. وعملنا شويه المكرونه زي ما انا بقول لك جنبيهم اهمت. وعايزه تعملي بقى شويه سلطه ولا شويه ترشي الموجودين عندك. ودي طعمها جميل قوي وتفتح لك واحده. هي بصي مش معجنه من جوه ولا حاجه، والحشوه بتاعتها جميله قوي قوي. طعمها جميل واكله حلوه واقتصاديه وعلى قد الايد في ظروفنا دي. ان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناه توصل لكم كل جديد. وان شاء الله هقدم لكم برضو فيديوهات كتيره اقتصاديه ومعجنات برضو اقتصاديه عشان تساعدنا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. ومع السلامه حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.